دوري القسم الاحترافي الثاني عنا في المغرب كل أسبوع كيتزير أكثر، والصراع على بلايص الصعود للقسم الممتاز البطولة برو شاعل نار. هالترتيب اللي عنا كيبين باللي الندية هي سيدة الموقف وما كاينش شي فريق ضامن بلاصته. إليكم قراءة سريعة لترتيب في القسم الثاني. القمة صراع ثلاثي على الصعود. المركز الأول والثاني هم جوج بلايص المباشرة للصعود، والصراع عليهم كيدور بين هذا الفرق. مولودية وجدة MCO 21 نقطة. سندباد الشرق هو اللي شاد الصدارة وكيبين باللي العودة للقسم الأول هي الهدف الوحيد. اتحاد أمل تزنيت USAT 19 نقطة. مفاجأة الموسم لحد الآن، تزنيت كتبين على مستوى ممتاز وكتبقى قريبة بزاف من الصدارة ودايرة الضغط على وجدة. المغرب التطواني MAT 18 نقطة. الماط مازال محطوط مزيان رغم أنه تراجع شوية، لكن مازال في سباق مباشر للصعود والفارق نقطة واحدة مع الوصيف. الخلاصة، هذه الفرق الثلاثة خاصهم ما يطيحوا في الأخطاء، حيث أي تعثر غيخليهم يخرجوا من السباق الساخن ديال الصعود. منطقة الدافية الهدوء المؤقت. كاين مجموعة ديال الفرق اللي شدت بلاصتها في الوسط، لكن خاصها الحذر حيث أي خسارة غترجعها لحسابات الخطر. وداد تمرة WST 17 نقطة. شد المركز الرابع وكتبين على استقرار. شباب المسيرة JSM والنادي القنيطري KAC بجوج عندهم 16 نقطة. هذا الفرق عندها إمكانيات، ولكن خاصها تزيد في وتيرة الانتصارات باش تقرب من بلايص المقدمة. منطقة الخطر اللي خاصه يفيق قبل فوات الأوان. هنا فين كاين الخطر الحقيقي، وهذا الفرق خاصها تفيق وتجمع النقاط بسرعة. الراسنج الرياضي RAC 7 نقاط. الراسنج البيضاوي كيعيش فترة صعيبة و7 نقاط فقط هي حصيلة ضعيفة، خاصهم يخدموا بجهد باش يبعدوا من القاع. رجاء بني ملال RBM 5 نقاط. الشهداء ديال بني ملال في المركز الأخير ب5 نقاط. هذا المركز خطير بزاف، والفرقة خاصها تغيير جذري في الأداء باش تنقذ الموسم وتتفادى النزول للقسم الوطني هوات. الاتحاد الإسلامي الوجدي USMO 9 نقاط. وخى في المركز 14، لكن الفرق ضعيف جدا بينها وبين القاع وهي في خطر كبير. الاستنتاج، القسم الاحترافي الثاني عندنا ديما فيه الإثارة والتنافسية. الصراع غيستمر حتى الآخر جولة، وما نقدروش نعرفوا شكون اللي غايحسم الصعود حتى اللحظات الأخيرة.